يعني كده من الشكل العام اعتقد انه حلو. يعني بصوا بقى جو الدقة والشطة. لا لا، شكل الموضوع يا جماعة لطيف. نشوف الباقي. معلش انا مبهدلة، اليوم كله كان زحمة النهارده. واسمه سخن نار. بصي حطوا قولي لي عايزه حد ايه؟ دي الشطه. لا استنى. اوكي البصل. طب يلا نحط البصل كله طبعا. بصوا يا جماعه، ده اكبر طبق كشري في جمهوريه مصر العربيه على ما اعتقد. يعني ده حاجه عميقه. والدقه والشطه وايه تاني؟ وده الحمص. يلا حط الحمص كمان كله؟ يلا انا هاكل ليا وللزمن. فين الصلصه بقى؟ الصلصه حطيتها. انت حطيت الصلصه. ايوه طماطم عادي؟ اوكي. طماطم هنا عادي؟ كشري سخن نار. انت قصدك بقى هنا سخن شطه ونار دي اللي هي الشطه صح؟ يعني تلعب. ده ايه ده تاني؟ لا دي طماطم. دي طماطم. لا خليها طماطم بره بقى. ايوه حلوه شكلها. بصي دي الشطه اللي هي اللهيب الاسود. اللي هي اوفر شطه. يعني دي اوفر شطه غير الشطه اللي هنا. دي شطه زيت. دي يا شطه حلاوة. معموله اصلا بالحب نفسه، يعني قطع شطه. اوكي. يلا قاعده جميله والدنيا طراوه ومية مية وحاجه نظيفه. فانا هجرب الكشري اقول لكم. اتفضلي. نحط الصلصه. قالوا كله معايا. نحط الدقه طبعا عشان الطبق زي ما قلت لكم حاجه ضخمه قوي. نحط ايه؟ شطه. دي الشطه اللي جنبها. دي اللي هي اللهيب الاسود اللي قلت لحضرتك عليه. لهاليب اسمها؟ اللهيب الاسود. اللهاليب الايه؟ اللهيب الاسود. اللهيب. انا خايفه من اللهيب ده بصراحه. خلينا في اللي احنا نعرفه. لو بتحبي الشطه قوي ممكن تجربيها عادي. لا مش بحب الشطه. خلاص ماشي. يلا تعالوا كلوا معايا. لا بس طلع حلو قوي. طلع جامد الكشري ما شاء الله. يلا بالهنا والشفا عليا.